هما ازاي قاعدين يلزقوا الحاجات ده على الجدار بدون اي مواد لاصقه، وبمجرد ما بيحركوها على الجدار بتثبت؟ الحركه دي تقريبا بقت ترند في العالم كله وكل الناس عايزه تجربها وانتشرت بشكل كبير جدا. طب الحركه دي بقى حقيقيه ولا لا؟ اول حاجه لازم تعرفها ان الجدار مليان بروزات صغيره، ولما بنبدا نمرر جسم على الجدار بقوه وبسرعه البروزات دي بتضغط وبتتمدد شويه، فبالتالي بتصبح مساحه التلامس بين السطحين اقوى. زياده مساحه التلامس يعني زيادة قوة الاحتكاك، وده بيمنع الحاجة اللي انت حطيتها على الجدار من انها تقع على الارض. ولكن استنى، قبل ما تتسرع وتروح تجربها على جدار البيت عندك وتبوظ الدنيا، الحركة دي ما بتمشيش مع كل الجدران. الافضل ان يكون دهان الجدار خشن شوية ومرن، لان لو الجدار اللي عندك في البيت مش مناسب هتبوظ الجدار حرفيا، ومش عايز اقول لك ردة فعل امك هتبقى عاملة ازاي. ما تنساش بقى تحط لايك وتعمل شير للفيديو وتصلي على النبي في التعليقات، وتعمل لي متابعة بمناخيرك المرة دي صعبة ومحدش يعرف يعمل.